انا وولادي من عشاق الكوكيز. لو اقول لكم قد ايه كميه الفلوس اللي انا صرفتها على الكافيهات علشان خاطر بس اروح اخد واحده كوكي مع قهوه، ما تتصوروش كانت عامله ازاي. كميه فلوس حرفيا فظيعه لو كنت قاعده احسبها مش هخلص. طول عمري بجرب طرق ووصفات وللأسف كانت كلها بتفشل، يا إما بتطلع طرية قوي يا تطلع ناشفة جدا يا تطلع معجنة. المهم كانت عمرها ما بتظبط لحد بالظبط من 10 سنين وصلت للمقادير بتاعتي اللي أنا هكتبها لكم تحت دي. المقادير دي مظبوطة جدا، هتطلعها لكم ولا غلطة، هتطلع في منتهى الجمال. التزموا بالمقادير بالظبط اللي أنا عاملاها. أهم حاجة وانتوا بتسووها تشوفوها أول ما تلاقوها اتحمرت من الجنب كده ومن فوق لسه زي ما هي بيضة، هي كده استوت، تروحوا طافيين عليها وتطلعوها. او لو لسه في صينيه تانية تروحوا مدخلين صينيه تانية وتطلعوها. دي اول نقطه. اول ما بتطلع من الفرن بتبقى شبه طريه خالص، شبه كأنها مش مستويه. ما تخافوش، سيبوها على جنب لحد ما 10 دقايق ربع ساعه، هتلاقوها مسكت نفسها وبقت بالقوام ده، بتقدر تتمسك كده وتبقى تتاكل. بتبقى من جوه طريه شويه ومن الاطراف بتبقى مقرمشه. هي دي اصل الكوكيز الاصليه. يلا بينا نعمل المقادير مع بعض. اول حاجه هجيب 150 جرام من الزبده، ولو عندكم ميزان يفضل ان انتوا توزنوا الحاجات دي عشان تبقى مظبوطه. وبالكوبايات المعياريه نص كوبايه من السكر البني ونص كوبايه من السكر الابيض، والزبده تكون بحراره الغرفه. خدوا بالكم الزبده لو كانت ساقعه من التلاجة هتطلع الكوكيز معاكم ناشفه شويه. ولو سيحتوها زي ما في ناس كده اشوف فيديوهات بيسيحوا الزبده لحد ما تبقى على النار لحد ما تبقى لونها بني غامق عشان تطلع الكوكيز لونها غامق. للاسف الطريقه دي بتعمل يعني بتحمى على القلب قوي. الزبده لما بتبقى متسخن كده الكوكيز لما تيجوا تاكلوها بتبقى تقيله قوي وبتحمى على القلب، فالطريقه دي اخف طريقه ليها. طبعا هي مش دايت يعني فدي حاجة بره الدايت. هنحط عليها طبعا بيضة وشوية رشة فانيليا، معلقة صغيرة من الفانيليا، ونقلب لحد ما نحس ان السكر داب. ومعانا الخليط بتاع الدقيق. الدقيق عبارة عن كوباية ونص من الدقيق، عليهم معلقة كبيرة من النشا، عليهم رشة ملح، ومعلقة صغيرة بيكنج صودا، نص معلقة بيكنج صودا. انا هكتب لكم مقادير بالظبط تحت. هنحط الدقيق بالكامل، هنقلب كله مع بعض لحد ما يتخلطوا كلهم ببعض. كنت الاول بعملها بالمضرب الكهرباء، دلوقتي المضرب الكهرباء مش شغال وكده اسهل لان المضرب الكهرباء بيطلعها طريه قوي قوي. تيجوا تشكلوها هتبقى بتلزق معاكم ومش مظبوطه. فبالايد كده انتوا هتتحكموا في القوام بتاعها احسن من المضرب اليدوي، المضرب اللي هو الكهرباء ده. في الاخر بحط الشوكليت شيب، وممكن تحطوا بدلها مكسرات، ممكن تحطوا مكسرات مع شوكليت شيب، بس انا ولادي بيحبوا الشوكليت بس، فعشان كده ما حطيتش غير الشوكليت شيب. هقلب كله مع بعضه بحيث ان هما يتخلطوا كلهم مع بعضهم. طبعا هكون مسخنة الفرن على درجة حرارة 180، وهستعمل الرف الوسطاني. هشكل لغاية ما توصل خلاص مفيش دقيق وهي كلها بقت متجانسة مع بعضها. دلوقتي هحطها في الصينية اللي هدخلها الفرن بالمعلقة بتاعة الايس كريم او باي سكوبر عندكم. هنزلها زي بولة الايس كريم. ودي نقطة مهمة، ما تبططوهاش عشان لما تبططوها زي ما قلت لكم هتسيح وهتبقى رفيعة قوي وهتنشف معاكم جدا. يعني هتبقى صعبة، هتبقى بسكوت مش هتبقى كوكيز. فخلوها زي ما هي كده، هي هتسيح وهتنزل هتفرش وهتنزل. هحط الكمية، وطبعا سيبوا مسافة ما بين كل واحدة والتانية علشان بتفرش جامد. هنا ولادي زودوا الشوكولات، وهدخلها الفرن واعمل الصينية التانية. جربوها ان شاء الله هتعجب الولاد. وبالنسبة لكم زي ما اتفقنا هي نص كوكيهاية في الاسبوع كله علشان ما تدمروش الدايت. والف صحة وهنا، يلا باي باي.